في ناس تحس ان هم شكلهم حلو، مش احلى ناس في الدنيا، يعني مش موديلز، كمان مش بيصرفوا فلوس كتير قوي عشان يبانوا بمنظر حلو، ومع ذلك اول ما بتشوفه بتقول ايه الجمال دوت وايه الاناقه ديت، وبتحس ان هو كده شاب كاريزما في نفسه. هو بقى اكيد في سر في الموضوع دوت. السر ان في شويه حاجات بسيطه بتفرق في شكلك العام، ومن غير ما ناخد بالنا ان انت عملت حاجات رهيبه، ومن غير كمان تكاليف كبيره عليك. بس خلي بالك كويس جدا في الفيديو دوت، عشان 5 نقطه مهمه جدا جدا جدا. وبس كده، انا البوصلة، يلا نبدأ الفيديو. اول سر هو العناية بالبشرة من غير تعقيد. اول نقطة بسيطة جدا، البشرة، وشك بشكل عام. اول حاجة احنا بنركز عليها اصلا في اي بني ادم لما تيجي تبص له، بتركز اول حاجة على وشه. وانت هنا بقى مش محتاج تعمل خالص روتين معقد واقول لك هات اغلى حاجة وبتاع، لا لا، الموضوع بسيط جدا. هو الموضوع مكتمل في 3 عادات، لو انت انتظمت فيهم وشك هيكون منور على طول. اول حاجة، اغسل وشك مرتين في اليوم. وبالنسبة لينا احنا اصلا كمسلمين فاحنا بنغسله تقريبا 5 مرات في اليوم، فالموضوع مش صعب جدا. تاني حاجة، اشرب مية على مدار اليوم. لما جسمك بيترطب بشرتك بتبان انضف، فعشان تعمل كده لازم على طول تخلي جسمك مش محتاج مية، لازم تديله مية على فترات كتيرة في اليوم. تالت نقطة بقى في الموضوع دوت، حاول تمسح كل شوية وشك بمنديل نظيف مش بايدك، لان الايدين اصلا بطبيعتها بتنقل البكتيريا وبتنقل الدهون اللي موجودة في اللي انت بتمسك بيها كل حاجة، فينفعش ان انت تحطها على وشك. حاول دايما ان انت يكون معاك مناديل تمسح بيها وشك. واوعدك ان انت لو حبيت الموضوع دوت اسبوع مثلا واتعودت على الكلام دوت، وشك هيكون صافي جدا جدا جدا. تاني حاجة، اللبس والنظافة الشخصية. بالنسبة لموضوع اللبس، هو الموضوع مش بيتعلق خالص بالبراندات اللي انت بتلبسها. انا اللي يهمني في الموضوع ده كله ان انت تلبس حاجة تليق عليك، يعني من الاخر ما تمشيش ورا الترندات اللي ملهاش لازمة. اعرف بس هو الترند ده او اللبس اللي هو طالع ترند ده هل مناسب اصلا معايا وشخصيتي ولا لا، واختار لبس على مقاسك، ولا واسع ولا يعني مظبوط عليك. تالت حاجه في موضوع اللبس، ان انت بلاش تلبس حاجات عليها يعني رسومات كتير جدا. خلي لبسك بسيط وسيمبل، لان دوت بيبينك بشكل ارقى واحسن. وبالنسبه بقى للنظافه الشخصيه، مفيش اجمل من انك تلبس لبس يكون مكوي. اوعى في حياتك تلبس لبس يكون متكسر. وخلي ريحتك دايما حلوه، حتى لو انت عندك حساسيه من الريحه مثلا كده شبهي، حاول ان انت تحط حاجات ما تكونش ريحتها قويه، او تحط مزيل عرق، او حتى تكون مستحمي قبليها وحاطط اي حاجه بس تديلك انتعاش او ريحه كويسه. النقطتين دول مهمين جدا، فانا عايزك تهتم بيهم كويس جدا. ولو ممكن تعيد النقطه دي تاني عشان تفهم وتكتبهم، لان الحاجات ديت انا بعتبرها اساسيات. تالت حاجه، تسريحه الشعر. الشعر انا بعتبره من اكتر الحاجات اللي بتبين تفاصيل وشك، فلو انت عملت تسريحه مش لايقه عليك، تفاصيل وشك مش هتكون حلوه. ولو عملت تسريحه بتليق عليك فعلا، هتحس ان ملامحك حلوه وبقت احلى. لان الشعر حرفيا، ولو كمان لو عندك دقن، الاتنين دول بيأثروا فيك 180 درجة. فزي ما قلنا، اختار تسريحة شعر مناسبة ليك. ممكن بقى هنا تسأل الحلاق ايه اللي يناسب، ايه التسريحة اللي تناسب شكل وشي. في تطبيقات كتير بتقول لك شكل وشك ويدي لك تسريحات تناسبه. المهم ان انت تختار تسريحة تليق مع شكل وشك. وطبعا انتوا عارفين ان اشكال الوش مقسومة، مستطيل، مثلث، دائري، مش عارف ايه كده يعني. وممكن بقى هنا ان انت تجرب كذا تسريحة لحد ما تلاقي تسريحة تناسبك. تاني نقطة، اغسل شعرك بانتظام. لو انت شعرك من النوع اللي بيدهن او كده، فحاول ان انت تغسله كتير، وحاول تستخدم شامبو مثلا مرتين او 3 في الاسبوع. لو انت عندك دهن برضه حاول تهتم بيها، لان دي من اكتر حاجات برضه عامله زي الشعر كده، برضه بتحدد ملامح وشك. لو انت بتعرف تهتم بيها وبتخلي شكلك احسن، اهتم بيها. لو انت مش بتعرف فما تعملهاش اصلا. يعني التفاصيل الصغيره ديت بتخلي الناس تاخد عنك انطباع كويس جدا من غير ما تقول ولا كلمه. انت الحاجات دي بتاثر في شخصيتك وكاريزمتك بشكل كبير. رابع حاجه، وهنا بقى ممكن نبعد عن الشكل شويه، هندخل في الشخصيه نفسها، لغه الجسد والثقة. لان الشكل واللبس مهمين، لكن مش كل حاجة. في ناس شكلهم حلو ولبسهم حلو، لكن عدم ثقتهم في نفسهم وشخصيتهم مش حلوة. لان الناس اصلا مش هتحب تتعامل معاك لو انت شخصيتك مش قوية وما عندكش ثقة في نفسك. ففي كام نقطة بس هنحاول نظبطهم مع بعض في الكام دقيقة ديت. بشوف الناس وهي ماشية كده على طول تانية ظهرها وماشية كده ولا لا، لازم ان انت تقف شامخ كده، رافع ظهرك، عامل ظهرك كده وبتاع. لازم الوقفة ديت اهم حاجة. واوعى تبص في الارض. شوف ناس كل وهي ماشيه عامله كده، ماشيه وبص في الارض، بص قدام الناس. بشوف الناس دايما وهي ماشيه بتبص في الارض كده، معظمهم.
لا، بص في وش الناس، انت مش خايف من حاجه، لان بصك في الارض يدل على الخوف. طالما انت مدي احساس للناس ان انت خايف، عمرك ما يكون عندك ثقه في نفسك ولا شخصيتك هتبقى قويه. مهما كنت لابس ايه، لما تعمل الكام نقطه دول الناس هتحترمك اكتر وهتبص لك بشكل كبير. اقف مستقيم، صدرك مفتوح، وبص في عين الناس، هتكسب ثقة كل الناس. بالنسبة للغة الجسد، لغة الجسد بتقول كلام غير الكلام اللي احنا بنقوله، لان لغة الجسد مش بتشتغل بالصوت، بتشتغل بشخصيتك، بالنظرات. فبالنسبه للغه الجسد في تمرين مهم جدا في الموضوع ان انت تقف قدام المرايه دقيقه كده، تفرد ظهرك، تبتسم، تقف وانت واثق من نفسك، لان الكلام هيفرق معاك بقى لما تنزل مع الواقع وتتعامل مع الناس. وخلي بالك، الثقه مش لازم تبقى غرور خالص، الغرور حاجه والثقه حاجه. الثقه هو انك تكون مرتاح مع نفسك وواثق في نفسك. خامس حاجه قلت لك ان دي حاجه مهمه جدا ومش كل الناس بتاخد بالها منها، وهي الطاقه والنظره العامه للحياه. دي النقطه الاخيره اللي هنتكلم فيها، ودي بجد السر الكبير. الناس بتحس بطاقتك قبل ما تبص حتى لملامحك. الشخص الايجابي المبتسم اللي بيحب الحياه بيبان عليه، يكون دايما بيتعامل بلطف مع الناس، مش كئيب، مش بيحاول ان هو يخلي الناس تزعل زيه او تكتئب زيه، لا، مبسوط بالحياه وبينقل الاحساس لغيره. بيبان عليه الجمال والجاذبيه من غير حتى ما يعمل اي مجهود شخصي. وعشان بقى توصل للمرحله انا عايزك تهتم باربع حاجات. اولها انك تمارس رياضه بسيطه، يعني مش بقولك لو انت مش من محبين الرياضه، مش بقولك ان انت تعمل رياضه ضخمه، لا، رياضه بسيطه. انت لو اتمشيت بس 10 دقايق او ربع ساعه الصبح كده في النهار كده وتجري شويه، دي رياضه جميله جدا وهتديك امل كبير جدا في الحياه وهتخليك على طول مبتسم. تاني حاجه، ابعد عن الناس المحبطه. ليه اصلا تقرب من واحد محبط مش همه الحياه؟ لان هو هينقل لك الطاقه وانت هتنقلها لغيرك، وغيرك هينقلها لغيره، وهتفضلوا في السلسله وبدل ما الناس تبقى مبسوطه، الناس كلها هيبقى عندها اكتئاب. حاول ما تقعدش مع حد بيشتكي كتير بالهم وكده، اقعد مع حد مبسوط بالحياه، بيتفائل، بيديك حلول، مش بيتعبك. تالت حاجه، حاول دايما تبتسم. الابتسامه سر كبير. الابتسامه بتشيل جروح كبيره جدا. ممكن مثلا انت تكون ماشي مبتسم في الشارع، واحد يكون متضايق يشوفك وانت مبتسم يبتسم زيك، بجد والله بتحصل، وساعتها انت هتكون شلت هم من على واحد. ولو كل واحد فكر بالطريقه مش هيكون في واحد في الدنيا دي كلها شايل هم او مكتئب او عنده اكتئاب، ولا هنسمع بالاكتئاب ده حتى. بس حاول تبتسم وانت صادق، ما تبتسمش اللي هو بتمثل ان انت مبتسم. ابتسم وانت متاكد ان الحياه حلوه وفيها امل، لان الطاقه الحلوه بتتعلق في الذهن. كل اللي قلناه في الاول مهم، ان شكلك يبقى حلو ومنظرك يبقى حلو، لكن من غير الحاجات الاخيره اللي انا قلتها لك ولا هيكون ليه لازمه كل اللي انا قلته في الاول، لان هو اللي هيخلي الناس تحب تتعامل معاك، مش شكلك ولا مظهرك ولا بتاع، لا، شخصيتك. فسريعا كده هراجع لك الخمس نقط وهركز لك عليهم برضو بشكل سريع. بشرتك، اهتم ببشرتك، اشرب ميه، وحاول دايما ان تكون بشرتك حلوه. لبسك ونظافتك، البس اللبس اللي يريحك واللبس اللي يليق عليك، وحاول دايما لبسك يكون مكوي ونضيف. شعرك، اختار تسريحه الشعر اللي تناسب شكل وشك، لان تسريحه الشعر والدقن اكتر حاجه بتأثر في شكل الوش. لغة الجسد وثقتك، خليك دايما واثق في نفسك عشان الناس تحس بالثقة ويعرفوا ان هم يتعاملوا معاك. طاقتك ونظرتك للحياة، حاول دايما تنقل الطاقة الإيجابية، ما تكونش مكتئب على طول، واوعى تنقل الاكتئاب لحد، انقل دايما الطاقة الإيجابية. بعد ما تعمل الخمس نقط هتحس ان طاقتك وحياتك بدأت تتغير مع الوقت من غير ما تحط فلوس ولا اي حاجة. قولي بقى في الكومنت اكتر نقطة من حسيت فعلا ان هي اثرت فيك، ولو عندك قصة برضو احكيها لنا في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وكمان تشيروا الفيديو لكل اصحابكم وكل الناس اللي بتحبوهم، وكمان اكتبوا لنا اقتراحات مواضيع للفيديوهات الجايه. وبس كده، انا البوصله، سلام.